ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الساعة 2:25 صباحا. الساعة 2:30 تقريبا صباحا. جوزي المفتري صحاني من النوم وقال لي انا عايز اكل فسيخ وبطاطس مقلية. هقول له دلوقتي؟ يقول لي ايوه دلوقتي. حرام عليك، انا تعبانة وعايزة انام. يقول لي دلوقتي؟ طب انا بكره صايمه باذن الله ومستحيل ان انا اعمل لك فسيخ وما اكلش منه. هو دلوقتي يعني دلوقتي انا عايزه اكل فسيخ يعني اكل فسيخ. قلت له مش عارفه اقول لك ايه، حكم القوي على الضعيف. قمت بقى من عز نومي و... وجبت فسيخية كده زي ما انتوا شايفين، ريحتها فظيعة يا جماعة. وجبتها وابتديت ان انا انضفها له واعملها له. اعمل ايه؟ حلفني بقى بالغالي، قال لي لو بتحبيني قومي اعملي لي فسيخ وبطاطس. احرجني الصراحه بصدق. عمري ما قلت له لو بتحبني او غلاوتي عندك اعمل لي حاجه الا وعملها لي حقيقه. فطبعا اول مره يطلب مني حاجه ويقول لي وغلاوتي عندك نفسي فيه، فقلت قومي اعمل لي بقى وامرك لله وربنا يسترها بكره. و ويعني في الصيام ريقي ما ينشفش. جبت بقى الفسيخيه بتاعتي كده، فتحتها ونضفتها. انا بحب اكل الفسيخ مخلي. اصل الجلد ده انا مش هاكله. ان انا اقشره من قشره كده مش هاكله، مش هاكل الجلد. هيترمي كده كده، فليه بقى احط الجلد؟ مسكت جبت الفسيخية فتحتها. الفسيخية فتحتها وما بقشرهاش، بسيبها بقشرها عشان خاطر لما اجي اخلي بالمعلقة الجلد ما يتهريش. بص طلعتها كده جزل كده. جزل يا جماعة، حتة لحمة بتلو، حتة لحمة بتلو. خلت العظم طبعا. جبتها بقى كده، خليتهم قطعتين وحطيتها على جنب. ولميت طبعا. افرشوا كيس لو ما عندكوش حاجه، افتحوا كيس كده وافرشوه عندكم على الكونتر عشان خاطر ما تبهدلوش الدنيا وتخلي الدنيا زفاره. تمام. تمام. جينا بقى ايه؟ البطاطس. ما عنديش سكينه، السكاكين الصغيره بتاعتي كلها اتكسرت. انا متجوزه بقالي 7 سنين، بقالي 7 سنين بستخدم السكاكين بتاع الجهاز الصغيره. انا بعشقها، ما بعرفش امسك اصلا السكاكين الكبيره بتعورني. انا يعني بقالي فتره ما مسكتش سكاكين صغيره. السكاكين بتاعتي ضاعت واللي اتكسر. وعندي واحده حاليا فاضيه، بس فاضله من السكاكين بتاعتي الصغيرين. وما كنتش لاقياها، مش عارفه اخدوها ودوها فين. ربنا يهديهم. فقشرت بقى البطاطس بالسكينه الكبيره، وكنت مضطره هعمل ايه. وكنت متضايقه جدا وانا بقشرها بالسكينه الكبيره. نلم بقى القشر بتاع البطاطس اللي احنا قشرناه ونمسح كده مكاننا. اهم حاجه النظافه يا جماعه، اهم شيء النظافه. ظبط الدنيا كده. زي ما انتم شايفين جبت بقى البطاطس، وبعد ما قشرتها هغسلها عندي على الحنفية. وهبتدي ان انا اقطعها قطع كده دوريات، حلقات تخينة. وهبتدي ان انا اقطعها صوابع، صوابع قد بعضيها. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة يا جماعة. قطعت البطاطس. والله الواحد هيموت وينام. يلا ربنا يجعله في ميزان حسناتي يا رب. انا وانا بعمل بطاطس وبقطعها بقول يا رب اني افعل هذا ابتغاء مرضات وجهك. احتسبت اجري عند الله. يفتكر لي بقى حاجه زي كده، ان هو الساعه 2:30 قال لي اعمل لي فسيخ وبطاطس، رحت عملت له. وانا اصلا مش مشكله في الفسيخ والبطاطس او ان انا صحيت من النوم او الكلام ده. المشكله ان انا صايمه بكره باذن الله، فريقي هينشف. وانا مستحيل ان انا اعمل فسيخ وما ما يعني ما اكلش منه. انا من بعشق الفسيخ. انا وانا صغيره كنت باخد سندوتشات فسيخ معايا المدرسه. ماما كانت تقول لي ايه الريحه المعفنه دي؟ اقول لها ما اعرفش. ايه؟ تقول لي لا في ريحه وحشه قوي. اقول لها اصل مش عارفه مين يا ماما عمل بومبا. سوري يا جماعه. كنت باخد والله سندوتشات، كنت بدخل التلاجة وهي بتحضر لي الشنطة بتاعتي وكده، وامسك العيش احط فيه حتة فسيخ كده، اسرقها واخبيها في الشنطة واروح اكلها في المدرسة. جبت بقى عندي الفسيخ بعد ما خليته، بحطه عندي في طبق واحط عليه طحينة واحط عليه مايونيز وشوية زيت. مفيش اجمل ولا اطعم من كده. البطاطس اللي هتاكلوها جنب الفسيخ او جنب الرنجة، افضل ما تحطوش عليها ملح نهائي، لان انتوا بتاكلوا بيها حاجة حادقة. شايفين الجمال والحلاوة والطعامة؟ تسلم ايدك يا بنت يا جوجو.
ما كانش عندي عيش اصلا، عمال اقول له ما عنديش عيش والاكله دي بتحب العيش. قال لي هنزل اجيب لك عيش. راح السوبر ماركت ما لقاش عيش بلدي، راح الفرن اللي بتبيع العيش الشامي. لو انا كنت طلبت منه حاجه اصلا الظهر كان طلع عينيا عشان خاطر يروح يجيبها. رايح يجيب عيش الساعه 2 بالليل. الله على الجمال، طعمه فظيع. انا اللي عامله الفسيخ ده يا جماعه دلع جدا، مفيش اجمل ولا اروع من كده. كل سنه وانتم طيبين